بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. نعمل مع بعض كده النهارده السينابون، حاجة حلوة كده وكله بيعشقها، الكبار والصغيرين. يلا ندخل على الفيديو نشوف الطريقة والمقادير. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. معايا كده بولة، حطي فيها كده كوباية من الحليب او اللبن، وكوباية زيها من المية، ويكون الحليب هنا دافي. انتوا شايفين طبعا اللي هو بيطلع دخان علشان يسرع عملية التخمير. معلقة كبيرة من الخميرة زي ما انتوا شايفين كده، ومعلقة كبيرة من السكر. ده كان سكر بودرة، حطيت له معلقة. ما عندكيش بودرة حطي سكر عادي، وهقلبها كويس. طريقته سهلة وبيطلع معاكي هش وحاجة حلوة كده في البيت. معلقتين كبار من الزبدة. انا هنا كنت مسيحاهم كده شوية عشان يبقوا دايبين كده. بيضة كده وواحد فانيليا اهو. هقلب برضو كده، وبعد كده هنزل بقى بالدقيق وهعجن. طريقته حلوة وسهلة وجميلة، وكله متفق عليه بيحبه جدا، هو والدوناتس بصراحة. رشة كده من الخل، وهحط رشة من الملح اهو. بس كده، وهنزل بقى بالدقيق. هنزل بالدقيق بقى تدريجيا لحد ما العجينة تمسك معايا، ولازم تسيبيها كده عجينة طرية عشان تطلع معاكي هشة وحلوة. هنزل كده بكوباية كوباية، هي المقادير دي بتاخد نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق على الكوباية حليب وكوباية مية، والزبدة والبيضة بتاخد نص كيلو دقيق، بيطلع معاكي كمية حلوة جدا وموفرة بصراحة. هنزل بقى كده زي ما انتوا شايفين كوباية كوباية من الدقيق، وهبدأ ألف كده بالمعلقة لحد ما تتلم معايا، وبعد كده هعجن بإيديا. زي ما انتوا شايفين في المرحلة دي الدقيق، العجينة بدأت تبقى هشة كده، فلافي خالص خالص. تعرفي الوصفة أو مقاديرها مظبوطة معاكي، وهتطلع عجينة هشة جدا. هبدأ كده أسلك المعلقة، وهعجن بقى بإيديا، وهحط معلقة معلقة من الدقيق لحد ما العجينة تبقى معايا مش ماسكة قوي، عشان كل ما بتبقى العجينة يابسة بيطلع معاكي السينابون الناشف. طول ما بتبقى طرية كده زي ما انت شايفة بتطلع معاكي هشة وحلوة جدا اهو. زي ما انتوا شايفين كده بحط شوية بشوية لحد ما تتلم، وبعد كده هديها مسحة من الزبدة، وهتكون العجينة معايا كده جاهزة. زي ما انتوا شايفين فيها تلزيقة بسيطة، وهحط لها كده معلقة كمان من الزبدة، هدهن وشها بيها كده علشان تبقى طرية. هغطيها وهشيلها بقى لحد ما تخمر خالص، وبعد كده هشتغل فيها اهو. زي ما انتوا شايفين كده هنغطيها بقى ونسيبها ترتاح خالص وتخمر براحتها، وبعد كده هنشتغل فيها كده. بعد ما خمرت ما شاء الله طالعة كده هشة وحلوة جدا معايا. كده المفرش بتاعي هحط بقى ايه رشة كده من الدقيق، وهنزل بالعجينة ايه زي ما انتوا شايفين طرية وهشة جدا جدا ايه. هديها برضو كده رشة من الدقيق. بصوا كمان بتتفرد بكل سهولة، طرية جدا وهشة جدا جدا ايه. هفرد بقى، تفردي بقى على شكل مستطيل. افردي على قد ما تقدري، و سويها كده خليها مستطيلة عشان تبقى معاكي كده رول حلو كده ومتساوي ايه. ما شاء الله طالعة جميلة جدا وطرية وحلوة جدا. حاجة بقى بتلزق منك كده اديها رشة من الدقيق بس كده. مكعبين 3 كده من الزبدة، سيحيهم كده على النار او بدرجة حرارة الغرفة، وابدأي افردي كده على العجين. انا هعمل بايدي بصراحة علشان
المعلقة ما تقطعش العجين. عندك الفرشة اعملي بيها بصراحة، بس انا عملت بايدي عشان العجين ما يتقطعش مني. هفرد كده كل الزبدة كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنزل بالحشو اهو. كل كده السطح العجين هدهنه بالزبدة، وزي ما انتوا شايفين كده طبق احط فيه معلقتين سكر كبار، رشة من القرفة معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة كاكاو خام اللي هو الأسباني، بيديها لون كده غامق وحلو وطعم كمان حلو. وهرش كده على الزبدة والعجين. وفي المرحلة دي لازم تضغطي كده بمعلقة أو أي حاجة علشان الحشو يلزق في الزبدة وما يقعش منك وانت بتعملي رول. اضغطي بقى على قد ما تقدري، وبعد كده تلفي وتضغطي. العجينة ما شاء الله طرية جدا زي ما انتوا شايفين وهشة. تلفي بقى كده واحدة واحدة علشان الحشو يلزق في الزبدة والعجين اهو. لفي بقى كده رول كده مظبوط، وتبداي بقى تقطعي بسكينة مشرشرة او خيط من التخين ده. واحلى حاجة بصراحة الخيط بيقطع حلو جدا ومش بيهدر في العجين كده ومش بيبهدل العجين. والسكينة المشرشرة حلوة جدا في التقطيع في تقطيع السينما اهي. تقطعي بقى كده القطعة اللي انت عايزاها، كبيرة صغيرة براحتك، وترصي كده في الصينية وترصي جنب بعض علشان لما تخمر يلزقوا كده ببعض بيبقوا حلوين جدا اهو. كبري بقى كده العجينة لو انت عايزة التقطيعة قصدي، صغري براحتك جدا. بس الكمية دي ما شاء الله طلعت كمية حلوة جدا اهو. وزي ما قلت لك تضغطي على الحشوة علشان ما تنزلش كده من العجين. هي نزلت مني حاجات بسيطة، انت بقى اضغطي كده كويس علشان ما تنزلش منك اهو. بس كده دول طلعوا الكمية، وهغطيهم كده وبعد كده هسيبها تخمر تاني اهي. كده خمرت، ولما تدخل كمان الفرن بتخمر تالت مرة اهو. دخلتها الفرن على الرف الوسطاني درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. خلط بقى معايا هنا معلقتين سكر بودر، معلقتين كبار من لبن البودرة، معلقتين كبار زبدة، و كام مثلث جبنة كده زي ما تحبي تحطي اهو. دول 5. وهحط باكو من الفانيليا وكوباية مية، وتضربيهم في الخلاط كويس جدا اهو. عايزاه بقى تقيل زي ما انت عايزاه خفيف اعملي، بس هو بيبقى لا خفيف ولا تقيل. وبدخله على التلاجة لحد ما السينابون يطلع من الفرن. ريحته حلوة جدا كده زي ما انت شايفة. فرنك حامي بيحمر فوق وتحت، فرنك مش حامي شغلي الشواية ياخد اللون ده بعد ما يستوي من تحت. بعد كده ما طلع نزلت كده بالصوص، هو سخن شوية السينابون. طبعا انتوا عارفين الولاد مش بتصبر يعني، بيسيح كمان الصوص. ومعاه شوكولاتة بقى، معاكي نوتيلا، اي صوصات من اللي جاهزة دي حطي، عندك مكسرات حطي. وطالع ريحته وطعمه حلو جدا وهش جدا جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم، ما شاء الله حلو جدا، هش جدا وطعمه تحفة اهو. هاشش خالص وتحفة تحفة. جربوا الطريقة هتعجبكم جدا. دي كانت وصفة النهاردة، يا رب تعجبكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.